سلام الله عليكم اخوان الاخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في حلقه جديده من القناه ديالكم منصه التحليل. اذا الاخوان دائما كنتابعوا معكم اخر التطورات واخر الاحداث الميدانيه والدوليه بطبيعه الحال. في هذه الحلقه اخواني اخواتي غنطرقوا لمواضيع ديال اخر الساعه. الموضوع الاول وهو الاعتذار ديال اللاعب الجزائري اللي كيلعب مع اولمبيك اسفي على عدم الحمل ديالو للرايه المغربيه في القميص ديالو بطبيعه الحال بعد هذا الجدل اللي خلقوه في مقابله الذهاب. غادي نرجعوا لهذا الموضوع بالتفصيل. غادي نشوفوا ايضا اخوان الاخوات كيفاش ان الجزائر اصبحت تهدد مالي بعد الاعتراف ديالها بمغربيه الصحراء ودعم الحكم الذاتي. اصبحت تهدد مالي بدعم ازواد او هذه المنظمه الارهابيه ايضا بطبيعه الحال او الانفصاليه ضد الحكومه ديال مالي. وغادي نشوفوا الاخوه الاخوات في اخر الحلقه لاعب مغربي هو من اصول مغربيه بطبيعه الحال وعنده الجنسيه الهولنديه، انور غازي، قال لك كان هو ما غاديش يطالب الطاس بالكاس. اذا مجموعه من المواضيع نحاولوا نتكلموا عليها في هذه الحلقه بكل تفصيل. المرجو منكم الاخوه الاخوات وانتم كتابعونا دائما الاشتراك معنا في القناه، تفعيل جرس الانذارات وكذلك الضغط على زر الاعجاب باش ينتشر المحتوى على اوسع نطاق. ما تفوتناش الفرصه باش اننا نقدم الشكر ديالنا لجميع المشاركين في قناه منصه التحليل، وخصوصا الناس اللي جاوا عبر الصديق والاخ نور الدين ماجي الاستاذ الكبير بطبيعه الحال ديال قناه كشف الخبر. كنشكرهم شكرا جزيلا على الدعم ديالهم المتواصل وعلى التعاليق البناءه. ما قدرناش اننا نجاوبوا على جميع التعاليق اللي كيكون عندنا بطبيعه الحال مقدوره، حنا كنجاوبوا قدر الامكان، وتنطلبوا منكم بطبيعه الحال مره اخرى تسمحوا لنا بالنسبه للاخوان اللي ما توصلناش اننا نجاوبوهم على التعاليق ديالهم. شكرا لكم اخواني اخواتي، ونمر مباشره الى التفاصيل. اذا يوم امس كان لقاء اخوان الاخوات ما بين اولمبيك اسفي ولويسما ديال الجزائر بطبيعه الحال انتهى بالتعادل. هذه النتيجه جد ايجابيه للفريق المسفيوي، ولكن الجدل اثاره لاعب كرغولي يمارس مع اولمبيك اسفي. هذا اللاعب من طبيعه الحال الاخوه الاخوات ما كانش عنده الرايه ديال المملكه المغربيه الشريفه على القميص ديالو في الشوط الاول من المقابله، الشيء اللي فضل ليه بطبيعه الحال في الشوط الثاني. وكان هناك على ما اظن تدخل من اعلى الجهات في الفريق، وتم تغيير ديال هاد التوني ديالو او لا هاد القميص ديالو بالقميص اللي كيحمل الرايه ديال المغرب. خرج هاد اللاعب واعتذر وقال بانه شيء غير مقصود، وبانه كان عنده قميص من اللي تيلعب بهم في البطوله، ولكن اللي كيهز الاقمصه في اولمبيك اسفي هو اللي سبب الخطا، وبالتالي ان لبس القميص اللي معليش الرايه بدون قصد، وكيعتذر للجماهير المسفيويه وللمغرب بطبيعه الحال، وقال بان المغرب هو بلدي الثاني. اذا الى صحت الروايه ديالو حنا ما عندنا حتى شي مشكل بطبيعه الحال، كنعرفوا المغاربه والتسامح ديالهم والنخوه ديالهم وما الى ذلك، فما عندنا حتى شي مشكل. لكن الغريب في الامر هو اللي مجموعه ديال مواقع التواصل الاجتماعي المتتبعين تيقولوا كيفاش هو اللي جزائري ان داك التوني انه يجي غير فيه هو. هذا تيبقى سؤال يعني مطروح بشكل اللي هو فظيع وكبير للغايه. ولكن مهما كان ان السيد خرج بهذا التصريح وقال بانه لا يقصد شيئا، فالاعتذار ديالو مقبول من طبيعه الحال، وحنا كنعتبره بانه خطا وقع للاعب لا 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 لا, لا اكثر ولا اقل. لكن هناك من يقول بانه تعرض لبعض التهديدات في اللقاء من طرف بعض العساكر او بعض الامن ديال الملعب اللي خلاوه انهم ضغطوا عليه بانه ما يلبسش هذا التوني اللي فيه الرايه. لكن هو قدم الاعتذار ديالو، والاعتذار ديالو من طبيعه الحال عند المغاربه فهو مقبول، وقال بان المغرب ما عندوش مشكل وبانهم خوا وما الى ذلك. اذا فالاعتذار مقبول والحجه ايضا مقبوله، قال بانه غلط ديال الشخص اللي كيهز الملابس. اذا هذا الموضوع من طبيعه الحال كنا تكلمنا عليه في هذه الحلقه في الحلقه الماضيه. غادي نشوفوا الاخوه الاخوات في موضوع ثاني مهم جدا، وهو الاعتراف المالي بمغربيه الصحراء ودعمها للحكم الذاتي. هذا الشيء شكل واحد ضربه موجعه للنظام العسكري الجزائري. هذا النظام بطبيعه الحال الذي يعيش ويقتات على المشاكل
تلقى ضربه قاسيه باعتراف ديال مالي. وحنا كنعرفوا الدور اللي كتلعبوا هذه الدوله في هذه منطقه الساحل، فهي دوله لها نفوذ وكبيره بطبيعه الحال ولا حدود مع الجزائر. ولكن الغريب في الامر هو خروج النظام العسكري بالتهديد ديال مالي بدعم حركه ازواد. هذه الحركه بطبيعه الحال اللي هي انفصاليه، وكتحاول الجزائر بطبيعه الحال باش انها تدعمها ضد على الحكومه ديال مالي لدعمات الحكم الذاتي. ثم كتشوفوا الاخوه والاخوات كيفاش ان هذا النظام العسكري كيدعم في الحركات الانفصاليه كمنظمه الارهابيه ديال بوليزاريو وكهاد ازواد اللي باغيين يدعموها دائما، وكيدعيو امام الامم المتحده وامام المجتمع الدولي بانهم تيحاربوا الانفصال. وملي كدوي لهم على القبائل بانهم هما محتلينهم وما الى ذلك تيقول كل القبائل فهيش. اذا تناقض لا مثيل له عند هاد الكراغيله بطبيعه الحال اللي عندهم واحد التناقض اللي هو كبير وعظيم وما عندوش حل ابدا على مستوى بعيد العالمي. اذا فانتظارا وحنا غنشوفوا اخر التطورات، واش غادي يدعموا هاد الازواج، واش غيقدروا يدعموها. كنعرفوا القوه ديال مالي بطبيعه الحال على الساحل، وكنعرفوا الى حاولت انها تصعد معها مالي ما خدات القرار ديالها تحكى عندها بطبيعه الحال جميع المقومات وعرفات الطريق الصحيح نظرا للمبادره الاطلسيه اللي طلقها صاحبي جلاله محمد السادس، خصوصا مع ميناء الداخل الدولي العملاق اللي غادي يكون في هذه المنطقه وغتستافد منه جميع دول الساحل لا بطبيعه الحال بشكل اللي هو كبير وكبير جدا. بقات موريتانيا الان هي في نقولوا يعني ما عرفاتش فين تحط الرجل ديالها. هي تدعم البوليزاريو كيف ما فعلات، هي انها تدعم المغرب كما هي عايشه على تكافؤ ما بين الجانبين. لكن في الاخير على ما اظن بان هناك اخبار بانها تتجه الى بطبيعه الحال الاعتراف بالصحراء المغربيه والاعتراف ايضا بحل الواقع وهو الحكم الذاتي للاراضي الصحراويه المغربيه. غادي نشوفوا في اخر لحظه اخوان الاخوات الأدلة الدامغة اللي قدمها السيد فوزي القجع إلى الطاس. هاد أدلة ما فيها لا شك ولا إلا ولا حد. هذه أدلة خطيرة وخطيرة جدا بالصوت والصورة والفيديو والموثقة، كيتم الدفع ديالها بطبيعة الحال في الملف ديال الطعن اللي وجهته السنغال إلى الطاس. فإذا كنا كيتسنى رئيس الجامعة أو الجامعة الملكية السنغال تمشي للطاس باش تحل بصفه نهائيه. والان هاد الادله كيف ما كيقولوا المتتبعين واللي مطلعين عليها ادله دامغه ولا مجال لاي شك بطبيعه الحال في الفوز ديال المغرب بكاس افريقيا للامم لسنه 2025. وقلنا الاخوه والاخوات في اخر الحلقه غادي نتكلموا على هذا اللاعب الهولندي للاصول المغربيه انور غازي اللي قال لك سيدي المغرب ما يمشيش يتبع الطاس ويتبع الاخر باش يفوز بكاس افريقيا. ينتقدوا هذا العمل اللي قامت به الجامعه الملكيه. بغى يجي منتخب وينسحب ويدير لك الكاس من الارض ديالك ظلما وعدوانا ونخليهم حنا وما نتبعوا حنا لا قرارات. وعلاش داروا هما الطاس وعلاش داروا هذه المحكمه الاستئناف الافريقيه وهذا الاتحاد الافريقي وهذه القوانين علاش مديوره ملي ما نتبعوا حتى شي حاجه؟ علاش مديوره هذه القوانين؟ الا كان قانون الغاب لعبوا اللقاء واللي ربح ديك الساعه الله يعاون صافي ونفكروا حنا يعني تكون شغب وما الى ذلك حتى نشوفوا حنا ماركيو وغادي نربحوا بكره حنا ربحنا اللقاء ما عندناش المشكل. هذا اللاعب هذا هو خصو يعاود النظر في راسو شي شويه ويعرف بان راه كاين قوانين دوليه كيتبعها جميع الفرق وجميع المنتخبات باش تاخذ الحق ديالها ولو انها ضاعت في اللقاء، لان ما يمكنش يكون قانون الغاب في اللقاءات الرياضيه ودوز هكاك وصافي واللي ربح ربح واللي ما ربحش ربح. لا، خاصنا نتبعوا من حق المملكه المغربيه انها تتبع القانون. السنغال بيدها تبعات القرار وتاهلت للمونديال، تاهلت عبر المحكمه الطاس على ما اظن. اذا الاخ العزيز هذا اللاعب اللي 100% غادي يكون لاعب فاشل بطبيعه الحال لانه ما تمكنش باش يلعب مع المنتخب الوطني المغربي، وبدا تيعطي هذه التصريحات يعني يمينا ويسارا باش يدير شي شويه ديال السينما كيف ما قلنا اخوان الاخوات. اذا هذا كل ما لدينا اخواني اخواتي في هذه الحلقه. نتمنى ان المحتوى نال الاعجاب ديالكم، وغادي نبقاو دائما على تواصل باخر المستجدات المتعلقه بالوحده الترابيه للمملكه المغربيه وكذلك بالمنتخب الوطني المغربي لكره القدم، الانديه المغربيه وكل ما هو مغربي نحن ندافع عنه. المرجو منكم ايضا نتوما الدور ديالكم انكم تشتركوا في القنوات المغربيه. انا ما تنقولش القناه ديالنا وان جميع القنوات
التي تعنى بالدفاع على الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتعنى كذلك بالدفاع على التراث المغربي وعلى المغاربة في شتى أنحاء العالم. فرصة لكم إخواني أخواتي أنكم تشاركوا معنا، تشرفونا بالتعاليق البناءة اللي كنبنيو عليها الحلقات القادمة ديالنا وكنزيدو نطوروا من الأداء ديالنا. شكرا لكم إخوة الأخوات، وإلى حلقة قادمة بحول الله.